لك بقى النهارده ازاي تعملي صينيه رقاق من بره مقرمشه جدا ومن جوه عامله زي الفطير. يلا بينا نعملها، بس قبل اي حاجه سمي الله وصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. جيبي بقى شويه شوربه لحمه وعليها مكعب من الزبده، اي زبده عندك، زبده بيضه او زبده صفرا. تبداي تجيبي 4 ورقات، دي اللي هي الطبقه اللي تحت اللي هتبقى بينها وبين اللحمه. 4 ورقات تنزليهم كده في الشوربه وش وظهر، واهم حاجه ان الطبقه اللي هي تحت دي تكون رقاقه سليمه. وبعد كده 4 طبقات، وهتحطي اللحمه بتاعتك، حاولي ان انت ما تجيبيش على الاطراف. وبعد كده هتعملي 4 طبقات تانيين نفس الفكره. وبعد كده التشريبه بقى بالظبط يا جماعه مغرفه كده حطيها على الوش، هي دي اللي بتخلي لك الرقاق من جوه طري شويه. بقى للزبده انت بتحطي تحت في القعر ومن على الوش برده مكعبات الزبده، دخليها الفرن بقى على درجه حراره متوسطه، هي هتاخد اللون من تحت ومن فوق من غير ما انت تولعي الشوايه. وسمعي لي بقى صوت القرمشه ومن جوه عامله زي الفطير. وبس كده، يا رب الوصفات تكون بتعجبكم، وبألف هنا وشفا. اشوفكم بخير في الفيديو الجاي. سلام عليكم.